اهلا اهلا، اتمنى تكونوا بخير النهارده. تكمله لسلسله التوفير، النهارده هوريكم ازاي نعمل المقلوبه على طريقتي من غير دجاج ولا حتى لحمه. ومش هكدب لو قلتلكوا انها احلى مره عملتها فيها. تعالوا يلا اوريكم مقاديرنا هتكون ايه. اول حاجه هنا معايا بتنجان الرومي، هقطعه الحلقات بالشكل ده. انا بحب احتفظ بالقشر بتاعه، بيكون مفيد وبيكون شكله حلو كمان معايا في الطريقه. بعد كده هنزله في زيت ساخن بالشكل ده، واول ما يبتدي ياخد لون معايا هقلبه على الجهة التانية. تمام كده بدأ ياخد معايا لون، واحاول ان انا مخليهوش ينشف، يكون مستوي كده معايا نص سوا، لانه هيكمل معايا سوا في المقلوبة بتاعتي. بس ياخد لون حلو كده معايا وسوا خفيف كده. تمام، وكده استوى وكان جاهز معايا. عملت الكمية كلها معايا. بعد كده تعالوا بقى نشوف بقية الخضار اللي هنستخدمه. معايا هنا حبة كبيرة من الفلفل الأحمر، ومعايا 2 من الطماطم، ومعايا كمان 1 من الفلفل الحار، وده اختياري بالنسبة لكم لكن أنا بالنسبة لي إجباري. معايا كمان حبة من الفلفل الرومي الأخضر. كده تمام، هقطعهم لمكعبات صغيرة بالشكل ده. وزودت لهم كمان بصلاية بيضة قطعتها برضو مكعبات صغيرة. نيجي بقى للتوابل اللي هستخدمها. معايا لورا وحبهان، ومعايا عود قرفة ولومي، ومعايا كمان قرنفل، ومعايا كمان حبهان مطحون وقرفة والسبع بهارات، ومعايا كمان فلفل اسود وملح. بعد كده في حلة بقى هضيف فيها معلقتين من الزبدة، ومعاهم كمان معلقتين من الزيت. واول ما يبتدوا كده يسخنوا معايا هضيف البصل بالشكل ده كده. تمام، بعد كده هديله رشة من الملح وهقلبه كويس جدا مع بعض لحد ما يبتدي يدبل معايا ولونه كده يصفر معايا. بعد كده هنزل بالفلفل الحار والفلفل الاخضر وكمان الفلفل الاحمر زي ما احنا شايفين كده. كده تمام، هقلبهم بقى كويس جدا مع بعض كده لمدة 3 دقايق. بعد كده هضيف معلقة صغيرة من الثوم المفروم، وهنا الريحة بقى بدأت تطلع وكانت حلوة جدا بجد. بعد كده ضفت التوابل بتاعتي، هتلاقوا طبعا المقادير مكتوبة تحت الفيديو بالظبط في صندوق الوصف للي يحب يراجعها تاني. قلبتهم كويس جدا مع بعض. بعد كده هنزل عليهم بقى بالطماطم واديهم كده تقليبة حلوة. بعد كده هضيف معلقة من معجون الطماطم او صلصة الطماطم وهقلبهم كويس جدا مع بعض كده. تمام، بعد كده اغطيهم واسيبهم بقى يتسبكوا كده مع بعض لمدة 3 دقايق، مش اكتر من كده. بس كده، وده كان الشكل النهائي بتاعها وكده جاهزة معايا. بعد كده هفضيها بقى في طبق جانبي بالشكل ده زي ما احنا شايفين بالتوابل بتاعتها، مش هشيل منها اي حاجة خالص. نيجي بقى لأهم مكونين معانا وهم الرز والحمص. انا هنا استخدمت رز بسمتي، انتوا ممكن تستخدموا الرز المصري العادي. ومعايا هنا نفس الكمية بتاعة الرز هتكون نفس كمية الحمص. معايا هنا كوبايتين من الرز البسمتي المغسول والمنقوع ومصفيه كويس جدا، ومعايا كمان كوبايتين من الحمص المسلوق. بس ودي كده المكونات بتاعتي. تعالوا بقى نجمعها في نفس الحلة اللي جهزنا فيها الصوص. انا سبتها زي ما هي. هضيف لها معلقة من الزيت، وبعد كده هديها معلقة من الرز وهوزعه بالشكل ده. وبعد كده هبتدي ان انا ارص البتنجان في القاع بتاع الحلة من تحت بالشكل اللي احنا شايفينه ده. زي ما قلت لكم انا هنا استخدمت كوبايتين من الحمص، وفي ناس ممكن تفتكر ان الكمية كبيرة شوية، لكن انا هنا الحمص بتاعي هيكون مصدر البروتين، لان انا زي ما قلت لكم ما استخدمتش اي لحوم لا بيضة ولا حمرة في الوصفة بتاعتي خالص. فهناخد البروتين بتاعنا من الحمص اللي انا استخدمته كده. تمام، هبتدي بقى ان انا اوزع طبقات، وطبعا الترتيب ده يرجع لكم زي ما تحبوا، لكن انا هنا حطيت البتنجان بعدين الحمص بعدين حطيت الرز بتاعي، وبعد كده هضيف كمان من الصوص اللي جهزته في الاول بالشكل ده، طبعا بكميات متساوية
بحيث ان ايه لما تستوي تبقى كلها شكل بعضيها وشكلها يكون حلو كمان. لما اجي اقلبها بالشكل ده ابتدي بقى ان انا اعيد ترتيب المكونات كلها او الترتيب. وهنا جريت لكم الفيديو عشان ما اطولش عليكم. كده تمام. ابتدي ان انا اوزع الرز وهكذا في ترتيب المكونات بتاعتي لحد ما اخلصها كلها. ما اقولكوش بقى يا جماعه الوصفه دي قد ايه حلوه وقد ايه طعمها كان جميل جدا بجد، وكان مفاجاه جدا بالنسبه لي. كده انا خلصت ترتيب المكونات بتاعتي بالشكل ده. هخلي بقى الحل على جنب، ونيجي بقى هنا للمكون المهم جدا معايا اللي هيخلي الوصفه بتاعتي تروح لحته تانية خالص، وهو المرقه بتاعت كنور. اللي ما جربش يا جماعه المرقه بتاعت كنور فايته كتير جدا، حقيقي بتوفر عليا وقت كتير جدا واستخدامات كتير جدا، وليها كذا طعم. اتمنى ان انتوا تجربوها هتعجبكم. انا هنا جبت معايا كوبايتين من الميه الدافيه وزودت لهم معلقتين من مرقه كنور. طبعا هي دلوقتي نازله لنا اظرف صغيره على قد الطبخه، ممكن نجيبها ونستخدمها او للي لسه هيجربها. انا عشان ما بقدرش استغنى عنها فبجيب الحجم الكبير ده. هتجربوها وتعرفوا انا بقصد ايه. بعد كده هبتدي بقى ان انا انزل بالمرقه بتاعتي بعد ما عملتها بالشكل ده فوق الطبقات والمكونات اللي انا حطيتها، وهخلي شويه معايا، مش هزودهم كلهم على طول لحد ما افضل ازود كده تدريجيا واشوف انا محتاجه قد ايه. بصوا بقى الحركه دي بتخلي المرقه بتاعتي تنزل تحت والمكونات كلها تغطيها بالشكل ده. انا لقيت ان هي محتاجه شويه تاني فزودت لها شويه كمان. كده تمام. بعد كده هرفعها بقى على النار، وهنا اخدت معايا حوالي 40 دقيقه وممكن 45 دقيقه كمان، وكانت جاهزة معايا. بعد كده قلبتها لانها مقلوبة لازم تتقلب، وده كان الشكل النهائي بتاعها بعد ما قلبتها. بصوا بقى الجمال والحلاوة والطبقات، وكانت جوسي كده وجميلة. وطبعا المقلوبة ما ينفعش ما تتاكلش غير مع الزبادي او اللبن. بصوا بقى الشكل والطعم كان حقيقي تحفة جدا بجد ومفاجأة. وصفة حلوة كمان في العزومات، ورمضان داخل علينا وهنحتاج بقى الحاجات الكتير الحلوة دي. اتمنى ان الوصفة تعجبكم، واتمنى ان انتوا تجربوها، واشوفكم في فيديو جديد. باي باي.